فبيختار قضية شريف الكردي، واللي بنعرف من خلال الأحداث إنه كان معاه في الكلية بس كان أكبر منه ب5 سنين، ومع ذلك كانوا صحاب، وإن يحيى كان عايز يتجوز أخته بس شريف كان رافض. في أول جلسة لشريف مع يحيى بيبدأ يعرف نفسه ويفكره بحاجات من أيام الكلية، ولكن شريف مش بيدي أي استجابة، وبنحس من ملامح وشه إنه تايه أو مش في وعيه، ولما بيتكلم بيقوله فبيقول له يحيى ان هيخليهم يزودوا الملح، ودي مش جمله عبثيه اتحطت وخلاص ولا عشان يدي مطعم السجن ريت 5 نجوم، لا دي تفصيله مهمه هنحتاجها في احداث لسه قدام. وبيرجع شريف يسكت تاني، فبيقول له يحيى ان لو مش هيقدر يتكلم ممكن يرسم، وبيديله قلم وبيكتب شريف ارقام غريبه زي 40 11 0 219، وبيساله يحيى عن الارقام، ولما بيحاول شريف يتكلم بيستفرغ وبيفقد الوعي. بيبدا يحيى يجمع معلومات عن القضيه، وبيعرف ان شريف اعتدى على مراته وتسبب في جرح في رجلها، واقواله كلها وقت التحقيق كانت متضاربه، زي انه قال انه قتلها، وقال برضه ان حد تاني اللي قتلها. في الجلسه الثانيه لشريف اخيرا بيتكلم وبيقول ليحيى ما قتلتش.